معركة البرنسات. وليه البرنس أحمد سيف الدين كان عاوز يغتال البرنس فؤاد؟ سنة 1898 ميلاديا، وفي شهر مايو. الشهر مايو ده بقى حصل فيه حصل فيه حاجة مهمة. قرر البرنس أحمد سيف الدين نجل البرنس إبراهيم باشا اللي هو يسافر إسماعيلية. أكيد يعني مش هيسافر إسماعيلية علشان يشتري مانجا، أكيد لحاجة مهمة. وفعلا الساعة 7 وديها 20 سأل البواب، أكيد يعني مش هسأله عن عنوان، برضك هسأله عن حاجة مهمة. قال له برنس فؤاد موجود هنا؟ قال له أيوة. فبعد ما قال له أيوة دي بقى طلع بسرعة على الأوضة الموجود فيها مين؟ البرنس فؤاد، وكان بيلعب بلياردو. فهو أول ما شافه قال له يا برنس خلي بالك أنا جاي أنتقم منك. طب ليه عاوز انتقم منه؟ علشان البرنس فؤاد كان بيعامل اخته معاملة وحشة. طب اخته مين دي بقى؟ هي شنوكار. شنوكار. طب شنوكار دي بقى ايه؟ تقرب للبرنس فؤاد، تقرب له ايه يعني؟ مراته. شنوكار كانت مرات البرنس فؤاد. فبعد ما قال له الكلمتين دولت طلع المسدس، ما استناش طبعا البرنس فؤاد يشوف البرنس احمد طلع المسدس. اسكت. لا طبعا ما اسكتش فعلا، واستخبى ورا مين؟ ورا عباني باشا ناظر الحربية. فعباني باشا شاف ايه؟ البرنس احمد طلع المسدس، ابتعد بسرعة عن البرنس فؤاد. واحد البرنس احمد مستناش وضرب 3 طلقات. اول طلقة جت ايه؟ في فخده، والتانية جت في كم قميصه. اما التالتة دي بقى فهي اخطرهم، جت ايه بقى؟ فمرت تحت الكبد وانتهت الى قرب القلب. فبعد طبعا ما قبضوا على البرنس احمد قال ايه بقى؟ انتقمت لاختي. فبعد طبعا ما قال الكلمتين دولت راح له سأل اخته، فاخته انكرت، راحت اشتكت لاخوها من جوزها. فبعد طبعا البرنس اما خاف طلق مراته على طول. شفتوا بقى؟ كنت انسى حاجه مهمه. ايه الحاجه المهمه؟ متنسوش طبعا تشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. واي حد عاوز انا احكي قصه معينه اكتبها في التعليقات، واسمه يفضل موجود من اول الفيديو لحد اخر الفيديو. وشكرا.